انا هاكل حلويات وسكريات براحتي بعد العمليه وهقدر اوصل للوزن المثالي بسهوله. اهلا وسهلا بحضراتكم. ناس كتيره بتكون فاكره ان هي بعد العمليه هتقدر تاكل حلويات وسكريات بكميات كبيره جدا وكمان تقدر توصل للوزن المثالي. فاحنا بننصحكم ان الحلويات والسكريات بعد عمليات السمنه بتكون في حدود معينه وحسب سماح دكتور التغذيه، لان طبعا حجم معدتنا بعد العمليه بيكون صغير، فلازم نستغل الحجم الصغير ده ان احنا نتناول حاجات صحيه زي البروتين والخضار والفاكهه. طيب هل احنا هنحرم تماما من السكريات؟ لا طبعا مفيش حرمان تماما، ولكن هناكلها في اوقات معينه وبعد الوصول للوزن المثالي وبكميات معينه خلال الاسبوع، وحسب نوع العمليه اللي احنا عاملينها، هل هي تكميم او ساسي او تحويل مسار. فباختصار هتاكل حلويات بعد العمليه ولكن في حدود معينه وبعد فتره معينه، على الاقل 6 شهور بعد العمليه، عشان ما يحصلناش متلازمه الاغراق وحسب ارشاد دكتور التغذيه. وكمان بننصح ان احنا نستبدل الحلويات بالحاجات الصحيه زي الفاكهه، زي البروتين بار، زي الحلويات المصنوعه من سكر الدايت او سكر الاستيفيا، عشان نقدر نوصل للوزن المثالي من غير اي مضاعفات وتكون صحتنا كويسه وطاقتنا كويسه بعد العمليه. شكرا جزيلا لحضراتكم.